ويلا بينا نعمله عجينة السمبوسة الجميلة ديت او الجلاش الطري بطريقة سهلة جدا، ونخزنه في الفريزر. ومعانا كوباية دقيق وتلت كوباية مية دافية ورشة ملح، وبتكون العجينة ناشفة عندنا، ونزودها معلقة زيت ونسيبها 4 ساعات، وبعد كده نقطعها صغير جدا ونسيبها نص ساعة، وناخد كل 3 أو 2 مع بعض ونفردهم مع بعض بالشكل ده. وكل شوية نفتح ونحط دقيق ونبدل الأماكن، شايفين؟ هنشيل ونبدل الأماكن ونرش دقيق علشان ما يلزقش في بعضه، ونفرد لما يبقى عندنا رقيق جدا بالشكل ده. وعلى البوتاجاز كل 2 أو 3 مع بعض نص دقيقة على كل جنب، وبعد كده نقطعه وهو سخن علشان ما ينشفش، ونبتدي نفصله من بعضيه بالشكل ده ونرصه فوق بعضه في الفريزر.